الكرياتين لازم تاخده قبل التمرين، ومفروض يتشرب مع المية، وبتاخده بكمية كبيرة في أول أسبوع، وبعد كده بتقلل الكمية. ولاعبي كمال الأجسام بس هما اللي ينفعوا ياخدوا كرياتين. وخلي بالك، ده بيعمل مشاكل كبيرة في الكبد والكلى، وممكن يسبب لك تساقط في الشعر. للأسف كل دي معلومات غلط منتشرة بين الناس، وفي الفيديو هنصحح المفاهيم دي بشكل علمي ومبسط إن شاء الله. خليكم معانا. الكرياتين بكل بساطة هو بروتين بيتكون في الكبد بشكل طبيعي من 3 أحماض أمينية، وهو ليه دور كبير جدا من حيث الحصول على القوة والطاقة، وفي نفس الوقت لزيادة حجم الكتلة العضلية. وأول دراسة هتكلم عنها اتعملت على 19 شخص، قسموهم لمجموعتين. مجموعة كانت بتاخد الكرياتين قبل التمرين، والمجموعة التانية بعد التمرين، وكانوا بياخدوا نفس الجرعة 5 جرام في اليوم، وعملوا نفس البرنامج التدريبي. وبعد فترة جمعوا نتائج اللي أثبتت إن المجموعة اللي بتاخد الكرياتين بعد التمرين اكتسبت كتلة عضلية أكبر، بالإضافة لزيادة ال1 ريب ماكس، وده دليل إن القوة زادت. وبالنسبة للناس اللي بتاخد الكرياتين قبل التمرين، الموضوع بيبقى سايكولوجيكال أو نفسي أكتر عندهم، علشان بيحسسهم إنه بيزود الطاقة عندهم. بس عموما أنا مش عايزك تشغل بالك بالوقت اللي المفروض تاخد فيه الكرياتين، علشان جسمك هيتشبع بشكل كبير بالكرياتين بعد ما تاخده لفترة طويلة، وساعتها ممكن تاخده في أي وقت في اليوم. تاني نقطة معظم الناس بتعملها إنها بتاخد الكرياتين مع المية، بس الدراسات أثبتت إن علشان يحصل امتصاص أكبر للكرياتين وتزود تأثيره مفروض تاخده مع كمية من الكربوهيدرات والبروتين. يعني بكل بساطة لما تاخده مع الموز والبروتين كده انت حسنت نسبة امتصاصه في الجسم للضعف تقريبا. وتالت نقطة هي اللودنج دوز أو فترة التحميل، وهي عبارة عن إنك بتاخد 20 جرام كرياتين في اليوم لمدة أسبوع، وبعد كده بتقلل الكمية ل3 أو 5 جرام في اليوم. بس الانترناشونال سوسايتي اوف سبورتس اند نيوتريشن اكدت انك لو بدات ب3 ل 5 جرام في اليوم وما عملتش فتره التحميل هيحصل لك نفس الاستفاده، وجسمك هيتشبع بالكرياتين بس على مدى ابطا شويه. وبالنسبه للسايكلينج، يعني انك توقف استخدام الكرياتين بعد 3 شهور مثلا وبعد كده ترجع تستخدمه تاني، دي حاجه ملهاش اي اساس علمي، علشان الكرياتين مش زي القهوه بيعمل كومبنسيشن او بيقل تاثيره مع مرور الوقت. فلو انت بتاخد الكرياتين مش لازم توقفه كل شهرين أو 3، فممكن تاخده بصورة مستمرة وهتفضل تستفاد منه. رابع نقطة الناس فاكراها إن لاعبي كمال الأجسام بس هما اللي المفروض ياخدوا كرياتين، بس هو ليه فوائد تانية كتير، منها إنه بيزود كثافة العظام، وبيزود القوة عند الأشخاص اللي سنهم أكبر من 70 سنة حتى من غير ما يمارسوا أي تمارين. بالإضافة لكده إنه بيحسن الوظائف الذهنية عندك، فهو بيزود من نسبة الجلايكوجين والفوسفات في المخ. وخامس نقطة بالنسبة للأضرار الجانبية اللي بيسببها على الكلى والكبد، مفيش أي دراسة أثبتت إنه بيعمل مشاكل فيهم، أو إنك مفروض تاخد مية زيادة عن احتياجك وإنت بتاخد الكرياتين. بس ممكن يسبب لك أضرار فعلا لو إنت أصلا عندك مشكلة أو مرض في الكبد والكلى، فيستحسن ترجع للدكتور بتاعك لو إنت عندك أي مشاكل من دول. وبالنسبة لتساقط الشعر، باختصار شديد الكرياتين بيزود هرمون ال DHT بنسبة 40%، والهرمون ده بيساعد على تساقط الشعر. ومن غير ما تاخد الكرياتين نسبة الهرمون ده بتزيد بالتمرين بنسبة 30%. ولكن اللي بيحدد ان يحصل لك تساقط شعر ولا لأ هي جيناتك. يعني لو انت في حد في عيلتك كان عنده صلع، كده نسبة الموضوع ده انه يحصل لك ممكن تزيد نسبيا مع الكرياتين. واخر حاجة عايزك تعرفها ان في مجموعة من الناس بيستفيدوا من الكرياتين ومجموعة تانية لأ، وده على حسب طبيعة الجسم. اللي بيستجيبوا بيكون عندهم كمية أكبر من الخلايا العضلية اللي اسمها تايب 2 muscle fibers، وكمية أقل من الكرياتين في العضلات. أما الناس اللي بتكون استجابتهم أقل للكرياتين بيكون عندهم العكس. وعلشان تعرف مدى استجابتك للكرياتين مفروض تجربه لشهرين أو 3 وتشوف تأثيره عليك. هيجي واحد يقول لي يعني بعد الكلام ده مفروض أخد الكرياتين ولا لأ؟ أنا أنصحك تعتمد على الكرياتين من الأكل الطبيعي الموجود في اللحوم والأسماك، بس تكون بتاكلها بشكل منتظم. بس لو انت عايز تطور من نفسك في التمرين ممكن تاخد الكرياتين، وعايزك تفتكر انك الأحسن تاخده مع مصدر كربوهيدرات وبروتين علشان تحسن من امتصاصه. ومش لازم تعمل فترة التحميل إلا لو كنت عايز نتائج سريعة، واشرب كمية المية العادية بتاعتك من 2 ل 3 لتر مية في اليوم. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايز نتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا لكم.